أنا صباح قاسم من مدينة عمودة. بناء على طلب الأخ المحامي علي كولو حضرت هذا الموضوع بعنوان البعد الثقافي لمدينة عمودة. طبعا قبل الخوض في غمار موضوعنا هذا لابد لي أن أعرج قليلا على الموقع وجغرافية المنطقة. الموقع مدينة عمودة بلد من بلاد الجزيرة تقع على الحدود التركية، والتي استحدثت منذ 300 عام خلت في التاريخ الحديث، إذ يذكرها مفتي بغداد الشيخ محمود آلوسي زادة في كتابه رحلة الشمول في السفر إلى إسلامبول، فيقول: تحوي على ما يقارب 70 بيتا وفيها جامع أوحد، وأن أأمه المصلون لصلاة الجمعة فلا يكتمل النصاب. ويذكرها الشيخ عبد السلام المارديني في كتابه أم العبر، ويذكر أن بناءها استحدث ثم من قبل 5 عائلات قدمت من جنوب إيران، ألا وهم عائلة بركو وعائلة الدقوري وعائلة شويش وعائلة كرو وكامل. حطوا رحالهم في تل عمودة وما يسمى الآن تل الكمالية نسبة لكمال أتاتورك، وفيما بعد سمي بالتركية تل كتبة أي تل الثعالب. لم يمضي عام إلا وانحدرت عائلة بركو باتجاه الجنوب على بعد 1 كيلومتر، حيث هناك بحيرة صغيرة جدا كانت تسمى بالكردية جولا عنتر أي بحيرة عنتر على ضفاف نهر الخنزير. وهذا هو الاستقرار الأول لهذه العائلة، حيث استقروا هناك في هذه الأرض الجديدة، حرثوا وزرعوا الشعير والقمح والذرة. وهناك مثل يؤكد على ذلك يقول: شورا شوكا للسر جارسي مالا بركوية، وتعني العصافير تتشاور على سيقان الذرة العائدة لعائلة بركو. إنما الحظ الأكثر وفرة لهذه المدينة أنها قريبة من مدينة ماردين، ولا يزال هناك طريق يقال له طريق ماردين، ولا تزال عمودة وريفها تسمى ببرية ماردين إلى يومنا هذا. ويحدها شرقا مدينة القامشلي، والتي استحدثت في عام 1923، ومن الغرب مدينة الدرباسية التي استحدثت عام 1924، ومن الجنوب قرية شاغر بازار والحسكة التي استحدثت عام 1925. أما تشاغر بازار وهي قديمة من أقدم أسواق المنطقة برمتها، وتعني كلمة تشاغر بازار التركية هيا إلى البازار، والتي نقبت فيها الكاتبة أجاثا كريستي وزوجها ماكس ملوان، هذا في العام 1935. وسكنت مدينة عمودة إلى أن بنوا سكن للبعثة الأثرية من الآجر. نعود لمدينة ماردين، والتي هي ثالث أقدم مدينة في العالم كما صنفها اليونسكو. كانت السوق الأوحد لمدينة عمودة. إن لزم 1 كيلوغرام من السكر كانوا مجبرين للمجيء إلى ماردين في تلك الحقبة. هنا أستعيد بآية قرآنية تقول: سيحوا، بسم الله الرحمن الرحيم، سيحوا في الأرض، ومن السياحة يتعلم المرء ويعلم. وكانت مدينة ماردين تشتهر بتجارتها منذ القدم، حيث هي واقعة على خط الحرير، لذا كان يأم الناس من كل حدب وصوب. وكانت هذه المدينة ماردين تشتهر بعلمائها وأئمتها، إذ نجد اسم سبط المارديني عالم في الجبر وعلم من أعلام الموسيقى، وهو أول من حسب ربع الأعلام الموسيقية. ونجد اسم نيرسو المارديني أول من عرض الأوبرا عام 1800 على مسرح المدرسة الإجريلية في الموصل. ونجد اسم المرحوم البروفيسور يوسف أفندي الأنصاري، وخاصة في بدايات القرن الماضي، والشيخ عبد الرحمن الحامدي، والشيخ يوسف الخاكي، والأب حنة دولباني، والذي له أكثر من 48 مؤلفا في كافة المجالات. وغيرهم من هؤلاء العلماء كانوا منارة للمدن المجاورة لمدينة ماردين. وفي بداية الحرب العالمية الأولى نجد شيخ ورع، وهو أحد كبار العلم، يدخل مدينة عمودة حاملا كتبه ودفاتره ومحبرته كعلوم الشرع واللغة العربية، ألا وهو الشيخ الجليل عبد الله سيدة، قادما من جبال تركيا من قرية نورشين،
يأم الناس لطلب العلم والعالم المعرفي. وعندما طرقت الحرب العالمية الأولى ناقوسها في المنطقة والخلافات الإثنية في جبل ماردين، وهاجر الناس من جبال ماردين وإزلة، وكانت ماردين وطور عابدين، وبدأت المدينة تتسع لهؤلاء الناس الوافدين إليها. وكان أغلب هؤلاء الناس من ذوي الخبرات المتنوعة والصناعات اليدوية، حاملين معهم أفكارا جمة خدمت المدينة وأسرعت في تطورها وواكبت ركب التطور. وأغلبهم من المسلمين والنصارى بنوا المساجد والكنائس وفتحوا أبواب المدارس، حاملين معهم علوما شتى ووعيا علميا وصناعيا واجتماعيا، وتأقلموا مع ناسها كردا وعربا وسريانا وأرمن، وعادات وتقاليد جاءت معهم من مدينة ماردين وأطرافها، مما هيأ المدينة للتنوع العلمي والمعرفي. وتخرج كثيرا من طلاب العلم والمعرفة آنذاك، أذكر منهم السيد عبد اللطيف وسيدة جقرقين وسيدة ملا عبد الحليم الجبوري وغيرهم من العلماء والأئمة. هؤلاء المتخرجين أصبحوا بدورهم هم أيضا أساتذة، وخرجوا دفعات كبيرة، وتعاقبت الأجيال واحدة تلو الأخرى، أمثال الشيخ الفاضل عفيف الحسيني والعلامة سليم الحسيني وغيرهم من الأئمة. في تلك الفترة وجدنا كثيرا من القراء والكتاب في علم اللغة العربية الذين تتلمذوا على أيدي العلماء الذين ذكرناهم آنفا. وافتتحت المدرسة الأولى في كنيسة يوحنا المعمدان تعلم العلوم التربوية والمسلكية، وافتتحت مدرسة الأرمن بكافة المواد، وافتتحت مدرسة البروتستانت من قبل مندوبين للحكومة السورية بشكل كبير. وبعد أن اتسعت المدينة بأهلها وفي حقبة بناء الدولة بعد التخلص من نير الاستعمار الفرنسي، كانت اللغة العربية التي درست في الزوايا الدينية هي الأكثر قوة ورفعة، مما أنجز الكثير من الشعراء والأدباء آنذاك الذين كتبوا وبرعوا في مجال اللغة العربية، إلى أن افتتحت المدارس الرسمية على قدم وساق بشكل لا يضاهى بمعلمين قادمين من أصقاع الدول العربية كالمصريين والفلسطينيين، ومعلمين باختصاصات جمة يدرسون الإنجليزية والفرنسية وغيرها والعربية وعلوم الرياضيات والموسيقى. وفي أربعينيات القرن الماضي دخلت المكننة الزراعية من أوسع الأبواب، وبدأ الصانعون وأصحاب المهن الزراعية استيعاب هذه الآلات والمعدات، وهموا في ترجمة الكتالوجات القادمة مع هذه المكننة والأدوات والمعدات، وبرع في ترجمتها الشيخ توفيق الحسيني رحمه الله، وبدأ الغوص في عالم المكننة. نجد منهم الحاج حمدي حسو الذي كان أول من اهتم من الناحية الأكاديمية كقراءة للكتالوجات وترجمتها. ونجد أيضا صاموئيل يونان وبحر كبك وسعيد شرنجار، وكانت سنوات زاخرة لشباب من مدينة عمودة وشبابها في مجالات عدة كالنقش والخياطة وصناعة الألعاب للأطفال والألعاب القرميدية، ومنها فن الطبخ وغيرها كالحياكة وغزل القماش والصوف. إنما الدارسين وجدنا منهم الطب والهندسات وأساتذة جامعات، وصل منهم الكثير ليكونوا مدرسين في الجامعات الأوروبية والغربية، أمثال الدكتور فواز فرحان الهسو دكتوراه أدب فرنسي، الدكتور عبد الحكيم الحسيني، وغيرهم من المتفوقين في مجالات عدة لا يحضرني أسماءهم الآن وإن كتبت هذا الموضوع. ومثالا لا الحصر، أول صحفي في الخمسينيات لصحيفة التايمز كان الشيخ توفيق الحسيني باللغة العربية والإنجليزية، والصحفي حسن عبد الرحمن في مندوب دار الصياد، والصحفي صبحي النبعوني لصحف محلية عدة. ووجدنا رسامين عالميين أمثال يوسف عبد الكي وحسون إسحاق وعمر حمدي وغيرهم. وفتحت المشافي والمصحات الطبية والمستوصفات والمركز الثقافي، وفتحت رياض أطفال والاتحاد النسائي الذين ساهموا في نقل حركة الوعي اللامتناهي
دراسيا واجتماعيا، وخلفت روح من التآخي والمحبة بين كثير من الملل نستطيع أن نسميه البيت العامودي الطيب. ذلك مما هيأ المجال أمام الفتيات دراسات عدة ودخول الجامعات وغيرها من الاختصاصات المتنوعة. وفي بداية ثمانينيات القرن الماضي وفدت البعثة الأمريكية إلى تل موزان تبحث عن أرقى حضارات سوريا في الشمال السوري، ومن خلال هذا العمل دخلت هذه البعثة التي قدمت الكثير من شباب القرى المجاورة وموزان وأم الربيع وعامودة، والتي اعتنت بهؤلاء الشباب، وكان الشباب طموحا للتعلم. هيأت نخبة من الذين عملوا مع هذه البعثة لا يقلون أهمية من المتخصصين في علم الفخار وفرزه ومعرفة حقبته ونوعيته، وبفضل العالمين الكبيرين جورجيو ومارلين كيلي بوتشيلاتي الذين عمدوا على تهيئة طاقم كبير من هؤلاء الشباب المتميز في علم الفخار والترميم الأثري بشكل أكاديمي، وعمدوا على نشر الوعي الأثري في المنطقة كقيمة أثرية للمنطقة، هذا من خلال استقطاب الناس على شكل دعوة عامة بشكل حولي، ومن خلال سلايطات عرض من خلال دور المراكز الثقافية، وإلقاء محاضرات بشكل دوري لشرح الموقع الأثري وأهميته للمنطقة والدولة بشكل عام. وعدم الإفراط في المواقع الأثرية إلا من قبل المتخصصين في هذا المجال، ومن خلال زيارات ميدانية لأهالي المنطقة. في كل زيارة كان يشرح الموقع، وتزويد الزوار بنشرات حول الموقع تشرح في فحواها أدق التفاصيل حول القيمة الأثرية ومكانتها العلمية وفوائدها على الفرد والمجتمع والدولة. وأنا ككاتب هذا المقال كنت أحد المهتمين في العلم الأثري، وبفضل الأستاذ الدكتور جورجيو بوتشيلاتي الذي هيأ لي الفرصة كي أكون ملما بعلم الترميم في موزان، بل على المستوى العام للبعثات الأثرية الوافدة إلى سوريا في تلك الحقبة التي استقرت ما بين عام 1984 وحتى العام 2010. غصت في علم الترميم بشكل كبير إلى أن تمكنت في تعليم الكثير من غمار هذا العلم، وبحمد الله وبفضل الكبير من أستاذي البروفيسور بوتشيلاتي الذي وهيأ لي كل الفرص للتعلم، وأنا بحق مديون لهذا المعلم الذي كان لي قبسا رائعا. رممت طويلا في موزان وتل بيدر وتل حلب، ورممت في إعلام منطقة حمص وقطنة، وكان أروع ما قدمت من إنجاز على يدي البروفيسور بيتر بفليزنر والذي أخذ إشهارا على المستوى العام. وكانت هناك حملات توعية كبيرة بمنطقة نتيجة مشاغل الثورة وتعبها إلى يومنا هذا، ولكن يبقون معلمين الذين علمونا كثيرا من العلوم، ونحن مديونين لهؤلاء المعلمين، نحمل فضلهم وعلومهم الأكاديمية الجمة هي أمانة في أعناقها. أسف أن أسهبت كثيرا في نقل هذه الحقيقة من الذاكرة الجميلة. عسى أن ينال هذا الموضوع إعجابكم. شكري وامتناني للأستاذ المحامي علي كول.